إذا متابعينا الكرام، في هذا الخبر العاجل والمهم، وحسب بعض المعلومات المؤكدة تقول على أن المغرب رفض استقبال الانفصالية المسترزقة أمينة حيدر التي تم طردها من إسبانيا. وكما تعلمون متابعينا الكرام، فإن السلطات الإسبانية رفضت على أنها تقوم بتجديد الإقامة ديال هذه الانفصالية اللي كنسميها أنا بأمينة كايدر. هذه الانفصاليه متابعينا الكرام اللي كانت مقيمه في اسبانيا باموال البصبعيين والجزائريين المستعمرين الذين يقفون في الطوابير ليل نهار، كانت دائما ما تروج للفكر الانفصالي، وراكم عارفينها بطبيعه الحال بلا ما نتكلموا عليها. لكن مؤخرا اسبانيا قامت برفض تجديد الاقامه ديالها، ما يعني طردها من الاراضي الاسبانيه رغم كل التوسل ديال النظام الجزائري وديال هذه الانفصاليه امينه كايدر اللي كانت كتبكي عليهم تما في اسبانيا وكتقول انا خصني نتعالج هنا في اسبانيا وراه عندي مرض مزمن وما عرف شنو من هذه الامور. اتضح في نهايه المطاف على ان كل الاوراق اللي عندها اوراق مزوره، وبالتالي اسبانيا سوف تقوم بطردها. وحسب المعلومات اللي توصلنا بها الان متابعينا الكرام تقول على انه حتى المغرب رفض استقبال هذه الانفصاليه امينه كايدر، مع العلم على انها بطبيعه الحال عندها جنسيه مغربيه وعندها جواز سفر مغربي هي اللي كتسافر به دائما. وعلى ما يبدو بطبيعه الحال على ان السلطات المغربيه قد اغلقت الباب امام تلك العنصريات او ذلك التساهل اللي كان عندها مع هذه الانفصاليه امينه كايدر. وبطبيعه الحال حنا ما كناش مسوقين للعويل والصراخ اللي كانت كديروا سواء هنا في المغرب سواء في الخارج، لكن على ما يبدو ان هناك ضربه منسقه للانفصاليين حتى اللي كاينين هنا في المغرب واللي بطبيعه الحال كيتلقاو من الاموال من نظام حضارات الجزائر باش انهم يحاولوا يديروا البلبله. هذه الامور كلها بطبيعه الحال تبوء بالفشل. النظام حضارات الجزائر كيخسر اموال طائله على امثال هؤلاء الانفصاليين وعلى قاده مرتزقات البوليزاريو اللي كتخلصوا زباله ديال الفلوس، وكتخسر عليهم كذلك اموال طائله في الفنادق في الخارج خصوصا في اسبانيا. لكن في نهايه المطاف هانتوما كتشوفوا اسبانيا تقوم الان بطرد هاد الانفصاليين من اراضيها، والمغرب كذلك لن يستقبلهم في اي حال من الاحوال. ونظام حضاره الجزائر هو اللي خسر هنا لانه خسر اموال طائله على لا شيء. متابعينا الكرام، سوف اوفيكم بالمزيد من التفاصيل في قادم الساعات.